تعادل مستحق، ومش هقول لك بطعم الهزيمه، لان احنا كده كده ما عملناش حاجه، احنا الحمد لله ان احنا ما خسرناش. والكور اللي بتضيع ما نزعلش عليها، ده ربنا بيقول للاداره هو ده اخركم، هو ليكم التعادل، اخركم هنا التعادل، مش هتاخدوا اكتر من كده. فهو ده يعني توفيق من ربنا ان احنا تعادلنا، مش ان احنا في اهداف بتضيع مننا عشان احنا ما عملناش حاجه عشان نكسب اصلا. لا صفقات ولا تشكيل ولا لعيبه منسجمه مع بعض. اي 11 حطهم وخلاص. انا مش فاهم يعني، انا اصلا عندي نقطه من اول ما التشكيله ما نزلت. انت ليه بتلعب كريم الدبيس جناح شمال ومخلي عمر كمال هو اللي باك؟ طب ما تحط الناس على عدلتها، ما عمر بيلعب جناح، ما تنزل كريم باك شمال وحط عمر جناح يمين على عدلة رجله، تمام، وهات حسين الشحات في مكانه. ليه الافتكاسات من كولر؟ ليه الافيهات؟ مش فاهم يعني، نلاقيها من الاداره ومن عدم وجود صفقات، وانت داخل ماتش بيراميدز وكده انت فقدت نقطتين مهمين قبل لقاء بيراميدز. داخل انت لقاء بيراميدز بمين؟ ببركه ربنا. مفيش لعيبه تقدر تعتمد عليهم غير وسام وامام وشويه حسين ومروان في خط النص. لا دفاع ولا حارس مرمى ولا هجوم ولا خط نص ولا اي حاجه خالص. فانت يعني يا رب ماتش بيراميدز ما تطلعش بسكور، لان انت حتى لو اعلنت عن صفقه بكره ولا بعده، ما انت مش بتطيب خاطر الجماهير، انت مفيش صفقه هتلحق تلعب ماتش بيراميدز. فاحنا كان الله في عوننا، مش في عون اللعيبه ولا الاداره، كان الله في عوننا حرفيا، مش في عون اي حد.